إذا شاهدنا مناورة في الشوط الماضي تعلقت بذلك الشعار بشعار محمد بن فندي بن راشد المزروعي، واتوقع لا شكل في ذلك التحدي ومع عن طريق مناورة، ولكنها خذت الصدارة وخذت الناموس واهدت السلامات لابناء غياثي من وين ما يسكن محمد بن فندي بن راشد المزروعي. بنشوف شوطنا السادس الذي انطلق بحفظ من الله ورعايته، شوط جميل، شوط لا يقل اهميه عن بقيه الاشواط. بنتابع الشعارات الحاضره. راعي نيران تقدم بشاهين عبيد بن بخيت العامري، بينما ثاني المراكز شعار بالكندي علي بن احمد بالكندي المرر يقدم شاهين في مستوى ثاني المراكز. والمركز الثالث يا سلام هملول محسن بن السيد بالسلمي العامري، وكذلك بتابع هملول قادم احمد بن عوض المزروعي ايضا يشارك يقدم هذا الشعار، بينما وصول هملول محمد بن حاضر المزروعي. هكذا الخمس المراكز الاوائل والاعداد ما شاء الله هائله، والشعارات منطلقه باحثه عن ما هو جديد في هذا التحدي. ومع هذه الاصايل بنعود الى البدايه. صداره الشوط هل يفعلها راعي نيران بنقطه رابعه، التوقيت عنده وثلاث نقاط عنده، وهكذا يبحث عن النقطه الثالثه. ولكن بالكندي حاضر الان، حاضر مع التحدي والانطلاق الفائق في الاجواء الاخيره. يا سلام غير النتيجه علي بن احمد بالكندي المرر يقدم شاهين في مستوى صداره الشوط، غير النتيجه وقاد الجموع، بدا ينطلق الى خط النهايه. بالكندي علي بن احمد بالكندي المرر يتواجد بشاهين في صداره الشوط، شاهين في المركز الثاني العبيد بن مخيت العامري، والمركز الثالث شعار بن معنس ياتي مقدما انطلاقه الشباب مبارك بن محمد بن معنس العامري. ولكن خلاص الناموس ذهب مع هذا الشعار، شعار علي بن احمد بالكندي المرر. سلام يا بالكندي سلام مع هذا الفوز وتألق شاهين وانتزاع لناموس هذا الشوط. المركز الثاني شاهين العبيد بن مخيت العامري، والمركز الثالث شعار بن معنس يبدو لي من جانب الاخر فعلا يد مبارك بن محمد بن معنس العامري مع الشبابي. التوقيت الزمني دقيقتين 16 ثانيه، واحد جزء من الثانيه. الناموس والتهاني موصوله لعلي بن احمد بالكندي المرر بمناسبه فوز شاهين وانتزاعه لناموس هذا الشوط.